السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بأتم الصحة والعافية. ونرجعت معكم بعد غياب طويل، كنتمنى ان شاء الله نلقاكم بصحة جيدة. واليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفة ديال الملوي بالطريقة ديالي، كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. طريقة سهلة وكيجي رائع، كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا. وبسم الله على بركه الله. هنا كما كتشوفوا العجينه راه المقطع فاش كنت كنعجن العجينه. المهم العجينه عندي هنايا 2 زلايف ديال الدقيق وزلفه ديال الفينو، وبالنسبه للكميه كتبقى على حسب الاختيار ديالكم. يعني انا كنعجن بنص كيكون ديال النص، يعني الكبير كيكون ديال الطحين الابيض، والزلفه يعني النص الاصغر كيكون ديال الفينو. وهنا كندلكم مزيان، كنضيفوا شويه ديال الملح على حسب الذوق ديالكم، وكنجمعوه بالماء يكون دافي صافي كنعجنوه. المهم ما كندلكوش بزاف. هنا كما كتشوفوا غادي نوضعوه في واحد البلاستيك وغادي نبلعوه، غادي نخليه تقريبا واحد 2 حتى 3 ديال السوايع. شحال ما ارتاح كيكون احسن، شحال ما ارتاح لكم غادي تحصلوا على نتيجه اللي هي افضل. وهنا غادي نمروا باش غادي نصايبوا الخليط، باش غادي نورقوا الملوي ديالنا او المسمن ديالنا. عندي هنايا الزبده اللي كتكون زبده سبيسيال او الزبده النوعيه الجيده، اللي من الاحسن انكم تستعملوا نوعيه جيده. غادي نوضعها هنا، غادي ندوبها، غادي نضيف عليها واحد شويه ديال الزيت غير باش هكاك ما كتحرق ليناش الزبده. صافي هنا غادي نوضع الزبده، كتبقى على حساب الكميه ديال المسمن اللي صايبتو صافي. وغادي نخليوها حتى كتذوب. هانتوما هنا كنوريكم، يعني غادي نضيف عليها شويه ديال الزيت ماشي بزاف، غير هكاك باش ما كتحرق ليناش. وصافي هنا غادي نوضع الزبده ديالنا، غادي نخليو حتى كتذوب. وبالنسبه للعجين من الاحسن انكم تعجنوا العجينه كما قلت لكم من قبل، وتخليوها ترتاح مزيان هكا كتحصلوا على الملوي ولا المسمن كيجي لكم رائع. صافي هنا غادي نخليو الزبده حتى كتذوب. بالنسبه للزبده انا ما غاديش نطلق بها المسمن ولا الملوي، ما كنطلقش بها، فقط كنورق بها. صافي غادي نخليوها حتى كتذوب لينا مزيان، ماشي ما كتحتاج اننا يعني تتولي نوازات، فقط غادي نذوبوها انتما بهذا الشكل. وفي واحد الزلافه اخرى غادي نضيف الزيت، يعني هذه الزيت باش غادي نطلق المسمن. من الاحسن انكم تطلقوا غير بالزيت المسمن ولا الملوي، اي حاجه اللي كتبقاو تطلقوها، يعني من الاحسن انكم دقرسوا غير بالزيت. وهنا كما كتشوفوا بعد ما كندوب الزبده، هنا راه عندي تقريبا الزلافه ما وصلاش، يعني ما عمرش بزاف. وهنا غادي نمر باش غادي نضيف عليها، هنا غادي نضيف واحد ملعقه كبيره ديال النشا او مايزينا. يعني هاد المرحله ضروريه انك تعطي لكم واحد التورق زوين بزاف، واللي كيعطي داك التورق كيجي لداخل مفشفش. المهم ما عرفت، المهم بحال هذا الشكل. وهنا غادي نضيف واحد 2 معالق ديال السميده الرقيقه، يعني هذه راه السميده ماشي الفينو، السميده اللي كتكون الرقيقه ديال الحرشه. وهنا تقدروا تستعملوا الفينو، غير انا كنفضل السميده الرقيقه كيجي به احسن. المهم داكشي كيبقى على حساب الاختيار ديالكم. صافي غادي نضيف هنا واحد الفاني وواحد الخماره، وهاد المرحله كتبقى اختياريه، يعني الا ما بغيتوش تضيفوا الخماره والفاني تقدروا تستغنيو عليها، غير انا كيعجبني نضيفها، كتعطي واحد المذاق زوين، وحتى ديك الخماره كتعطي لنا واحد التورق رائع بزاف. صافي هنا من بعد ما غادي نضيف الخماره وغادي نضيف كما قلت لكم ديك الفاني، صافي غادي نخلط مزيان. يعني هذا الخليط خصو يتخلط مزيان باش ينسجموا لينا العناصر مع بعضيتهم بهذا الشكل. انتم حتى غادي تبان لكم يعني الخميره بدات كتفاعل، باش هكاك ما كيبقاوناش دوك التكتلات ملي كنجيو نورقو كيجي داكشي، يعني الخليط كيجي منسجم في الوسط. صافي هنا غادي نخلط مزيان وغادي نمروا باش نصايبوا المسمن ديالنا او الملوي. وهنا كما كتشوفوا صافي هنا غادي نحاول انني يعني نقي سطح العمل باش غادي نخدم معكم. هانتوما العجينه من بعد ما كترتاح مزيان، هانتوما راه كدير لنا بحال الفواقات هكا باش كتعرفوا يعني العجينه راه ارتاحت مزيان وغادي تكون يعني ناجحه معكم. صافي كنفرقوا يعني العجينه، كنقسموها. الكويرات كيبقاو على حساب الاختيار ديالكم، والحجم كيبقى على حساب الاختيار ديالكم. انا هنا هاد الملوي راه درتو كبير، يعني درت ملويات اللي هما كبارين.
انتم تقدروا تقسموا يعني ديروهم صغارين ولا على حساب انتم شنو بغيتوا. صافي هنا كما قلت لكم في الاول كندلك غير بالزيت، ومن بعد غادي نضيف هذا الخليط في الوسط. وبالنسبه يعني فاش كتقسموا العجين ضروري انكم تخليوه يرتاح واحد شويه باش هكا كيسهل عليكم انكم يعني تقرصوا ولا تطلقوا بكل سهوله. والعجينه فاش كتخليوها كترتاح راه كتكون يعني سهله وكتعطيكم الطعم. وهنا كما كتشوفوا كنبقى نضيف الزيت، وها نتوما يعني كما كتلاحظوا تبارك الله ما شاء الله العجينه راه كدير فواقات هكا، كتعرفوا العجينه ديالكم راه يعني مخدومه مزيان. والا لاحظتوا يعني راه ما عجنتهاش بزاف، يعني غير شويه ما كندلكوهاش بزاف. ملي كنخليوها في البلاستيك كترتاح، هذاك هو السر باش كيجي لكم الملوي زوين وما كيجي لكمش ثقيل ومعجن من الداخل. صافي هنا غادي نطلق مزيان هاد العجينه. هانتوما كنحاول انني نورقها مزيان، يعني نطلقها مزيان باش هكا ما كتجيناش معجنه من الداخل بهذه الطريقه. وهنا غادي نضيف دابا داك الخليط ديال الزبده والسميده مع المايزينا او النشا. صافي هنا كنحاول انني نوزع مزيان داك الخليط على العجين، وغادي نحاول انني كما كتشوفوا غادي نجمع هاد بحال الشكل ديال المسيمنه على جوج بحال هكا، يعني كنجمعوا داك الطريف وكنعاودوا نجمعوا. صافي غادي نحاول انني نطلقها مزيان، وغادي نجيب داك الخليط عاوتاني غادي ندهنوها بداك الخليط ديال الزبده والسميده. صافي كنطلقها مزيان وكندير لها داك الخليط، كنحاولوا اننا نديرو يعني مزيان داك الخليط كندهنوها كامله. وهنا كما كتشوفوا الطريقه باش غادي نجمعو، ما كنزيروش نهائيا، فقط كنجمعو كنخليو العجينه كتكون مرخوفه، ما كنزيروهاش نهائيا، فقط كنجمعوها بيدينا. وفي الاخير داك العجين اللي كيبقى صافي كنحاولوا اننا ندخلوه من الداخل بهذه الطريقه. وغادي نوضعوا هاد الملويه او هاد المسيمنه جانبا، وغادي نستمر تنكسلي الكميه كامله، كنخليهم يرتاحوا واحد شويه باش هكا كيسهل علينا نطلقوهم المره الثانيه. وبالنسبه لهاد المرحله كتبقى على حساب الاختيار ديالكم، الا بغيتوهم يجيوكم غلاضين راه كتخليوهم غلاضي شويه، الا بغيتوهم يجيوكم رقاقين راه تحاولوا انكم تقرصوهم مزيان. المهم داكشي كيبقى على حساب الاختيار ديالكم. صافي هنا غادي نقرصهم واحد شي شويه كاملين، وغادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه، وغادي نمر باش يعني غادي نقرصهم وغادي نطيبهم ان شاء الله. وصافي كنستمر بنفس الطريقه، غادي ندير لهم كاملين نفس يعني الطريقه، وغادي نخليهم يرتاحوا شويه. هانتم من بعد ما كيرتاحوا كيكونوا ساهلين بزاف انا نطلقوهم. وهنا غادي نمروا باش غادي نطيبوهم. صافي كنسخنوا مزيان المقله ديال المسمن، كندير واحد شويه ديال الزيت، وغادي ندير لها شويه ديال الزيت حتى من الفوق. وهنا قبل ما كيطيبوا لكم هذاك هو السر باش ما كيجيو لكمش قاصحين وما كيجيو لكمش يعني كيتنفخوا لكم من الداخل. قبل ما كيطيبوا كيكونوا باقي خضر. صافي كتبقاو تقلبوهم كل مره كتقلبوهم، ما كتخليوهمش حتى كيتحمروا باش هكا كيجيو لكم من الداخل مفشين وما كيجيوكمش ثقالين. صافي هنا كنبقى نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كامله. وهانتوما كما كتشوفوا راه ما شاء الله تنفخوا. وهنا غادي يبان لكم يعني في المقله راه كيتنفخوا وكيجيو مورقين وكيجيو رائعين بزاف. المهم صافي هنا غادي نستمر. وبالنسبه للبوطه ما كنديروش البوطه ناقصه بزاف باش ما كيبسوش او ما كيجيوناش قاصحين، كنخليو البوطه كتكون متوسطه. انا صافي انتوما حتى كيتحمروا لينا، وغنستمر بنفس الطريقه تنسالي الكميه كامله. والا بغيتو تحتفظوا بهم في المجمد راه كديروهم يعني غير شويه غير كيبداو يعني العجينه غير كتنشف ما كتخليهمش حتى كيتحمروا. صافي كتحيدوهم وكديروهم في بلاستيكات وكديروهم في الكونجيلاتور. ها انتما كيجيو بهذا الشكل، الصراحه كيجيو رائعين بزاف. المهم هنا غادي نستمر حتى نسالي الكميه كامله اللي عندي. هنا راه كتشوفوا كنوري لكم يعني راه باقين في فوق البوطه، وهما تبارك الله ما شاء الله راه كيجيو كيتحلوا.
وكيجيو مورقين. وهنا من بعد ما كنسالي الكميه كامله كيجيو على هذا الشكل، راه كيجيو الصراحه رائعين بزاف. كيتفرتوا ها نتوما راه غير كتحديهم بيديكم كيتفرتوا بوحدهم وكيجيو خفافين ومورقين. وهذا هو لا فيديو ديال هذا النهار. كنتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم. كنشكركم بزاف على المشاهده وعلى المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله. خليتكم على خير وما تنساوش تخليوا لي التعاليق ديالكم، وشكرا بزاف، الى اللقاء.